أعزائي المشاهدين ورجعنا لكم تاني، ومعانا النهارده أسطورة في الأحمال البدنية. معانا النهارده الدكتور أحمد سالم، مخطط الأحمال للنادي الأهلي. دكتور أحمد، أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا كابتن تامر، واهلا بالساده المشاهدين، ويا رب نقدم لكم حاجه كويسه كده النهارده. مشرفنا النهارده يا فندم في الاستوديو. ربنا يخليك، أهلا شكرا بحضرتك جدا وسعيد بيك يعني. احنا اسعد يا كابتن. دكتور أحمد، عودة الدوري والنشاط، تعقيب حضرتك على عودة النشاط. والله هو احنا الظرف ده ظرف صعب شويه، يمكن انت عارف عشان احنا انديتنا في الممتاز يمكن اميز شويه ماديا واجهز شويه بالنسبه للممتاز بيه والثالثه والرابعه، فانت هتلاقي مشاكل. تمام. هتلاقي مشاكل في كل الدرجات، بس في الممتاز طبعا انت عارف ان هم بداوا يستعدوا للعوده 24 اغسطس، بداوا يعملوا فتره اعداد مصغره، مش تمام. كل الناس هتبقى زي بعض. تمام. هتلاقي حاجات، هتلاقي ضربات، وربنا يقدر كل حد ويقدر يعالج الامور يعني. اما انت لو بتسالني بدنيا الامور يعني بتختلف، لان انت عارف ان الحمل البدني في مصر بدا الناس تعرف يعني ايه مخطط احمال، وبدا مديرين فنيين ما يشتغلوش من غير مخطط احمال. تمام. والدنيا بدات تبقى كويسه شويه نوعا ما يعني. لسه طبعا فيها التخصص، لان ناس كتير جدا مش عارفه الفرق بين مخطط الاحمال واخصائي التاهيل اللي هو بيشتغل مدرب لياقه. تمام يا فندم. والمدرب الجيم برضه ممكن يجيبوا مدرب لياقه بدنيه بتاع جيم كده وقوه قصوى ويقولوا له انت مخطط احمال. فالامور شويه يعني ايه، هتحس انها هتاخد وقت. تمام. بس انت فيما يتعلق بسؤالك يعني الامور يعني اكيد هتلاقي ضربات. والمهاره بقى هنا في بالنسبه لمخططين الاحمال، المهاره هنا ان انت لما تلاقي دروب مش معنى كده ان انت غلط. يعني لما تلاقي دروب الصح ان انت تعالجه. اللي بيفرق حد من حد ان انت عند فقدان الفورمه الرياضيه زي ما بنسميها ازاي ترجع، كويس. ازاي تغير وسائل سعاده الشفاء، ازاي تغير طريقه التدريب، ازاي تتدارك الامور دي كلها. تمام. اللي بيريح القصه دي كلها والفيصل في الامور دي القياس. قياس. لو انت قايس، لو انت عندك فايل لكل لعيب، لو انت عندك زي ما بيقولوا كده فسيولوجيا الدم لكل لعيب. تمام. لو انت عارف اللعيب ده طرقه ايه في انتاج الطاقه، يعني نظامه ايه في الغذاء، هتقدر تتحكم في الامور دي بسرعه. تمام يا دكتور. شوف عشان ملخص كده عشان الساده المشاهدين برضو ما يتوهوش مننا. تمام. الفرق بين كره القدم الحديثه وكره القدم اللي احنا بنعيشها او اللي بيعيشها اللي اقل مننا هو العلم. الورقه والقلم، القياس، تمام. الاحصاء، المعدلات، كل ده بيخليك تقدر تتحكم في توقف الدوري سواء في ظرف زي ده او ظرف تاني. تمام يا دكتور. بس سؤال، ايه الفرق بين المعد البدني ومخطط الاحمال؟ هو المعد البدني هو الراجل اللي بيشتغل مساعد لمخطط الاحمال. تمام. وبينفذ البرنامج الموضوع. هو مدرب اللياقه في الملعب، هو اللي بياخد درجات الحمل، هو اللي بياخد خطه تدريب سنويه اللي بيحطها مخطط الاحمال على مدى السيزون كله. تمام. وهو اللي بيتعامل معاها واحده واحده. تمام يا فندم. احنا معانا بس مداخله دلوقتي، معانا الكابتن احمد حموده، مدرب نادي المقاولين العرب. كابتن احمد، اهلا بحضرتك. اهلا. دكتور احمد، نرجع تاني لموضوع الفرق بين المعد البدني ومخطط الاحمال. هو زي ما قلنا ان مخطط الاحمال هو شويه اللي بيحط الخطه دي سنويه بالاشتراك مع مدير فني طبعا. تمام. الموضوع ما عادش بسيط كابتن تامر، الموضوع عاد شويه علم، شويه قياس، شويه تكنولوجي. طبعا في حاجات كتير، اجهزه قياسات كتير وحاجات كتير لازم احنا ندور عليها ونحاول نحطها في الشغل بتاعنا. تمام يا فندم. مخطط الاحمال ده هو اللي بيرسم السياسه بتاعت الحمل البدني اللي بيحددها المدير الفني على خطه اللعب. يعني النهارده بقى في كل العالم 4-3-3 4-2-2. تمام. النهارده انت هتلعب ب3-5-2. الطريقه فنيه ليها متطلبات بدنيه. تمام يا فندم. وبالتالي بيرسم الراجل مخطط الاحمال الطريقه البدنيه بما يتناسب مع الامكانيات الفنيه. جميل. او طريقه اللعب الفنيه. الراجل اللي هو المعد البدني هو اللي بينفذ السياسه دي جوه الملعب، هو اللي بينفذ الشغل، انما هو لا يضع الشغل، لا يضع الحمل. تمام. ما بيغيرش في شكل الحمل، ما بيعملش طرق ساعات الشفاء، ما بيغيرش طرق تدريب، ما بيعالجش الدروبات الموجوده. هو الاسيستنت لمخطط الاحمال. جميل. هنا عندنا في مصر لبس شويه ان هو المعد البدني يبقى هو مخطط الاحمال. صحيح، ده لأن ده تخطيط كل الانديه تعتقد الكلام ده. ما هو ده مش صح. صحيح. لان مخطط الاحمال ده حاجه كبيره جدا، بيتعامل فسيولوجيا مع اللاعب، بيتعامل في نظام تغذيه، بيتعامل في تشكيل حمل كبير، بيتعامل في تشكيل حمل فردي، في حاجه اسمها وجبات بدنيه اضافيه، في شغل بدني موجود فردي للاعبين. تمام. الكلام ده كله هو اللي بيترجمه مخطط الاحمال، والراجل المعد البدني بينفذه. تمام. السياسه البدنيه اللي بيحطها مخطط الاحمال مع المدير الفني، اللي هي زي ما قلت سيادتك بتتناسب مع طريقه اللعب.
ودي هتلاقيها برضه غايبه شويه عندنا. صحيح صحيح. ان لم يكن بقى جهاز اجنبي والكلام ده كله بيتعرض له بره، وانت عارف بره دايما سابقنا بخطوه في الحاجات دي. أكيد. واحنا سهل جدا ان احنا نبقى زيهم يعني. تمام. طب ازاي سهل نبقى زيهم؟ ما هو احنا الامور بتبدا من التخطيط او من مسؤول المنظومه. يمكن انا كنا بنتناقش قبل الهوا انا وحضرتك تمام. في اليابان مثلا، كوريا، ازاي كانوا ما بيلعبوش كوره في الثمانينات والتسعينات وفجاه بقى نظموا كاس عالم. صحيح يا فندم. لانهم النهارده اعتمدوا، قالوا مين اللي هيقود العالم في الكوره. فرنسا كان في الجيل مثلا، واليابان جابت فيليب تروسيه اللي واخد كاس تمام، مدرب وكاس كبير. عالم. وتعالى فيليب تروسيه اعمل لنا كره القدم. هي عباره عن ايه؟ عباره عن تخطيط، بلاننج، تكنولوجيا. وجابوا بدأوا يشوفوا الناشئين يختاروهم ازاي، محددات انتقاء الناشئين، اعمارهم، بنيانهم الجسماني، يتعرضوا لكام وحده تدريبيه في الاسبوع، هيدرسوا ازاي مع التدريب. هنبدا نخلق جيل من كره القدم في اليابان. امتى؟ ولعلمك اليابان مش بلد مش موهوبه في كره القدم. صحيح. يعني ما هماش حريفه كره قدم. صحيح. مش عكس عندنا في الحواري، انزل اي احياء شعبيه صحيح. هتلاقي ناس بتلعب كوره بدون اي مقدمات. مظبوط. الصقل اللي حصل في اليابان لو حصل في مصر كنت تتفرج على مصر في نهائي كاس عالم. انما هم دول اهل العلم، دايما يطبقوا العلم حتى لو ما عندهمش الكوره. امريكا برضو اشتغلت على كره القدم. صحيح. امريكا لقت نفسها متخلفه جدا في موضوع اللياقه البدنيه، لقت نفسها قليله جدا في الامور دي. من التسعينات والثمانينات بدات تشتغل على نفسها في الامور دي، لغايه لما تخطت المانيا نفسها اللي بتدرس الحمل البدني واللياقه البدنيه على مستوى العالم. كانت صاحبه المدرسه الشرقيه في الحمل البدني. كانوا مدرسين في العالم، المدرسه الشرقيه ومدرسه غربيه. والمانيا كانت صاحبه مدرسه من المدارس دي. كلينزمان في المنتخب الالماني استعان بمخطط احمال امريكي، وهي عملت كارثه في المانيا. ازاي صحيح. انت بتجيب لنا صحيح. ده احنا اساتذه البدني والحمل البدني في صحيح. ودلوقتي شهاده امريكا انديانابوليس في اللياقه البدنيه هي اعلى الشهادات. فاحنا لازم نواكب العلم. اتحاد الكوره لازم يجي ويشوف الامور دي بتمشي ازاي. هفرض على كل فريق في الدوري انه يبقى على دكته مخطط احمال، اخصائي تغذيه، معد نفسي، عشان اطور المنظومه. معلش بناخد من وقت حضرتك كتير فسامحنا. لا تحت امرك. ربنا يخليك يا فندم. سؤال مهم جدا، هل المدرب يقدر يشتغل مخطط احمال؟ والله السؤال ده اجابته بسيطه بدون ما نخش في تفاصيل. تمام. يعني ممكن نشوف مورينيو مثلا بيخطط الحمل لنفسه، جوارديولا بيخطط الحمل لنفسه. لا طبعا. أليكس فيرجسون بيخطط الحمل لنفسه. لا طبعا. بيبي بيخطط الحمل لنفسه. هو احنا اصل النماذج واضحه. تمام. انما احنا عندنا في مصر ممكن شويه يعني انا بتاع كله، هو بتاع كله في اي حاجه بيفشل. صحيح. النهارده المدرب درس فسيولوجي، درس علم حركه، درس تغذيه، درس علم نفس رياضي، الكلام ده كله، درس علم حركه، درس تشريح وصفي، حاجات تخصصيه يا كابتن. الكلام ده كله النهارده انت بتتعامل مع جسد. الحمل البدني هو الجسد، لغه الجسد الداخليه، مش اللي هي البادي لانجوج، لا لغه الجسد الداخليه، قدره الجسد، نظام انتاج الطاقه. تمام. قدره الجسد على بناء خليه، الليفه العضليه، استعاده الشفه، ازاي ترجع بالراحه، القدره العضليه، الاربطه والمفاصل. الكلام ده كله انت بتصيغه في مدخلات. المدخلات دي هي عباره عن مسيرات. المسيرات دي بتخش على الجسد تمكنه من اداء نشاط رياضي في 90 دقيقه او في 120 دقيقه بانتظام. تمام. بيتحمل متطلبات نوع النشاط ده، سواء كان كوره او باسكت بول او هاندبول او فولي. بيتحمل الكلام ده كله في صوره نشاط ودون الشعور بالتعب عشان يوصل لفورمه رياضيه على مدى موسم رياضي كامل. صحيح. عندك مسابقه، عندك مسابقتين جوه الموسم، عندك 3 مسابقات جوه الموسم. صحيح. وليكن لو عندك كاس مصر، دوري، بطوله افريقيا، كونفدراليه، الكلام ده كله. تمام. المدير الفني اللي هو يقدر يعمل الكلام ده، طب هيشتغل فني ازاي؟ ما هو انت النهارده لما تخلص وحده تدريبيه، انا كمخطط احمال لما بخلص وحدتي التدريبيه اللي بفضل اخطط لها بتعب. صحيح. حاجه تاني اخد ماي اتنشن عشان اعمل بيه التطبيق الفني. تمام. طب ما فيش الكلام ده صعب جدا. وخصوصا ان انت برضو العلم بقى تخصصات. وعايز ازيدك من الشعر بيت زي ما بيقولوا. تمام. ان ليفربول بطل الدوري الانجليزي واقوى فرق العالم باقوى مدربين العالم واقوى صفات العالم. صحيح. جايب مدرب لرمي التماس. صحيح. مظبوط. هل نقول مثلا كلوب مش ما عندوش القدره ان هو يمرن اللعيب يلعب لعبه التماس؟ لا طبعا عنده اكيد يعني. انما قياسها ازاي؟ التصوير بتاعها ازاي؟ صحيح. تكنيكال الضربه ازاي؟ الرميه ازاي؟ التكنيك بتاع المسافه المقطوعه ازاي تبقى اكبر وازاي تبقى اقل؟ صحيح. ازاي استفيد من رميه التماس اللي بعد 5 حركات او 5 جمل حركيه تلاقيها في المرمى. تمام. او تجيبها من هجمه مرتده في 30 متر الاخر. تمام. الامور يا كابتن تامر لازم تدرس بعلم. صحيح يا دكتور. تدرس بفكر.
العشوائيه المطلقه. في النهارده انا لو رحت احد انديه الدوري الممتاز ولا الدرجه الثانيه قلت له انا عايز مدرب يرمي التماس، ممكن يقول لك يا كابتن انت صعب جدا الباب اهو، صح، اتفضل، كلام مظبوط، واخد بالك؟ طب انت قول له مدير فني الدوري الانجليزي من اقوى مدربي العالم كلوب، صحيح صحيح، جايب مدرب لرمي التماس. ليه؟ مم. عشان يبقى افضل مدرب في العالم. صحيح. طول ما انت بتفكر بالعلم وطول ما بتفكر الادوات طبعا، وادواتك البشريه والماديه. تمام. طول ما انت النهارده يمكن انا كنت بضرب لك المثل بالساعه، مظبوط، الهواوي والجي ووتش مثلا. تمام. شركه هواوي طلعتها ليه؟ فيها 16 قياس، 16 قياس دول بيوفروا لك حاجات كتير جدا وبيحطوك في مكان تاني خالص. انت النهارده بتشوف لغايه يا كابتن تامر بيدرسوا الخليه، بيدرسوا الميتوكوندريا في الخليه اللي هي من مكونات الخليه، بتعمل ايه عشان تحطك فين. النهارده بقيت ده عايز اقول لك حاجه تانية، عايز اقول لك ان النهارده اللي احنا اصبح بينا مسلمات بقى عليه خلاف في العالم. صحيح. بدأوا يجددوا فيه. يعني انا ليا صديق مثلا على صفحتي على الفيسبوك يقول لي هي كرة القدم عمل هوائي ولا لا هوائي؟ طبعا. فوسفاتي ولا لاكتيكي في نظم انتاج الطاقة؟ لا انا بقول له لا هوائي. يقول لي ازاي اذا كان معظمها هوا؟ فالنهارده احنا اصبحنا بنجادل في اللي العالم كله خلص منه. صحيح. لازم نواكب العالم ونتطور. وانت كان ليك حاجه عجبتني واحنا بنتناقش حتى بره الهوا، كنت بتقول لي طب ليه اتحاد الكره ما يتبناش ده كفرضيه؟ صحيح. يعني ما يسيبهاش رفاهيه للانديه. ما تبقاش اجبار. اجبار، لازم تبقى اجبار. تمام. ليه؟ تمام. انت النهارده بتخلق زي ما انت بتقول سلامه اللاعب مهمه، طب ما هو سلامه اللاعب فسيولوجيا مهمه. اكيد. سلامه اللاعب انه ينتج لك لاعب في منتخب مصر مهمه. اكيد. عشان النهارده كله انت تقدر تحصله وتروح بالمنتخب بمصر كان بعيد. اقتصاديا بقى في الموازنه العامه للدوله اهو. يعني شوف احنا مشينا فين من اول الخليه لغايه لما اسبانيا النهارده 11% من دخل الاسبان القومي من كره القدم. ليه؟ حقيقي. لانهم بداوا بالعلم، بقى في فرضيات زي ما سعادتك بتقول. تمام. فرضيات على الانديه والاتحادات، والفرضيات دي بتؤدي الى نتائج، النتائج دي بتخش رقم صحيح في الموازنه العامه للدوله. فناس بتفكر من بدايه العمليه التدريبيه الى ان ازاي اللعيب يقف على رجليه يفيد منتخبه يبقى رقم صحيح في الموازنه العامه للدوله. ممتاز يا كابتن، ممتاز. هاخد من كلام حضرتك، عندنا في الدوري المصري اللعيب قبل ال 90 دقيقه، يعني في ال 70 كده مبقاش قادر يتحرك، خلاص خلص كل اللي عنده. على العكس في الدوريات الاوروبيه بنلاقي اللعيب ممكن يوصل لل 120 دقيقه وبنفس الاداء وبنفس الجهد وبنفس العطاء. هو انت بتتكلم في حجم الحمل. تمام. يعني في حاجه اسمها كثافه التمرين عندنا في التدريب، بنقول عليها العلاقه الزمنيه بين فترات الحمل والراحه. النهارده انا خدت حمل قد ايه وبريح قد ايه عشان اوصل للنتيجه اللي سعادتك بتقول عليها دي. تمام. لو انت بقليل من النظره التحليليه كده واحنا بنحلل، طبعا خلي بالك التحليل ده كارثه ثانيه. يعني التحليل ده له مثلا على مستوى العالم 3 برامج معتمده عالميا. هات ماتشات كرواتيا في كاس العالم اللي فات. تمام. شوف كرواتيا راحت نهائي ازاي، لعبت نهائي ازاي، مع انها مش اميز الفرق فنيا. صحيح. كرواتيا من اليوم الاول كان لها لقاء في الاستاد العرب مع الكابتن جمال عبد الحميد واعتقد كان محمد فاروق. تمام. وقلت لهم كرواتيا هتبقى طرف في النهائي. صحيح. وكل الناس قالت لي ده احمد سالم اصله مش فني بقى، ما انا مش فني. صح. فالراجل ده خلاص ده بيتكلم اي كلام. واتقابلنا في النهائي واحنا بنحلل في استاد افريقيا في الاستاد العالم، وكانت حلقه استاد العرب، وقلت لهم، سالني بقى الكابتن جمال عبد الحميد قال لي كرواتيا لعبت نهائي. صحيح. قول لي انت قلت الكلام ده اللي احنا ما خدناهوش بمحمل الجد ليه؟ قلت له لانه مبني على تحليل. عندنا برنامج انا يمكن متواصل مع الاتحاد الالماني فيه. تمام. اسمه الانستا. الانستا ده بيديك التحليل الفردي والتحليل الجماعي للاعبين، تحركات اللعيب، كم عمل لونج سبرنت، كم شورت سبرنت، كم تاكلين، كم تيكوف، عمل كم كيلو فني مقترن بالبدني. النهارده انت ما عادش تجري، اجري 20 كيلو. انا استفدت منك ايه؟ ولا حاجه. لا اجري 8 كيلو بمركبات بدنيه فنيه. لما تروح بدني لازم تنتج فني. تمام. ما عادش تجري خلاص. تمام. الجراي وخلاص ده ما عادش ينفع. خلاص ما عادش يعني احمد فتحي معدلاته في البدني ضعف علي معلول. صحيح. علي معلول ما بيروحش لما يعمل كروس اوفر. بالظبط. احمد فتحي يروح 5 مرات يعمل 1. صحيح. القصه فين؟ الفينش. النهارده انت منتجك البدني الفني المركب ايه؟ في التحليل لما تبص لكرواتيا، انا بديك نموذج يعني. تمام. لما تبص لكرواتيا راحت كاس عالم، راحت نهائي كاس عالم ازاي؟ لانها كانت تملك القدرات البدنيه الفنيه البسيطه جدا اللي يمكنها من ان هي تهزم المنافس. تمام. او تجره ال 120 دقيقه، لعبت 3 مرات 120 دقيقه. صحيح. بالظبط. او تجره ال 120 دقيقه وهو ينهك وهي لا. بالظبط. اسمه الفخ البدني. تمام. احنا النهارده حللنا الاداءات دي كلها، لقينا ان العوامل البدنيه قد تساعدك في ضعفك الفني. صحيح. وقد تكون سبورت ليك في مواجهه وحش فني. تمام. لو انت ساعتك برضو بتتفرج، وانت اكيد بتتفرج كتامر على سيموني. تمام طبعا.
سيميوني سيميوني 75% من عمل اتلتيكو مدريد عمل بدني فعلا تلاقيهم واقفين على رجليهم قدام برشلونه اللي لا يستطيعوا مضاهاتها فنيه. صحيح. بس ممكن يكسبوها. صحيح. اللي يكسبوها بينهكوها. صحيح. بيراقبوا مفاتيح اللعب بدنيا ويجري عليهم معدلات اضعاف وينهكوها ويطلعوا بنتيجه ايجابيه. دكتور احمد، اخر سؤال معانا، تاثير توقف النشاط على اللعيبه بسبب فيروس كورونا. ما هو احنا قلنا توقف النشاط، لو انت لعيب في فورمته السليمه وهو متوقف، قدرت تتواصل معاه في البيت شويه بشويه حاجات اللي هي الحاجات البسيطه، قدر ان هو يحافظ لو على حتى، لان احنا عندنا بنسمي العمليه الاحترافيه في الكوره بنسمي ال 50% هو المعدل الطبيعي. تمام. ليا وليك كمواطن عادي المعدل الطبيعي هو 0. لا، المعدل الطبيعي لعيب الكوره المحترف هو 50% من ادائه، ما عادش حاجه اسمها حمل متوسط. تمام. بقينا نبدا الحمل من حمل عالي. خلاص الكلام ده انتهى في الكوره، مفيش حمل متوسط. حمل عالي ثم اقل من حاجات كتير غلط بقى. لا خلصت يعني هو خلاص الكلام ده اتعدل بالنظريات العلميه موجوده. صحيح. بقى حاجه اسمها حمل عالي، درجات الحمل بتتقسم حمل عالي، حمل اقل من اقصى، حمل اقصى. تمام. ما عادش حاجه اسمها حمل متوسط وفوق المتوسط والكلام ده كله. تمام. لعيب الكوره المفروض ان هو انطلاقته من 50%. فانت لو حافظت على دي، لو كان اللعيب معد كويس وقعد فتره كبيره وانت جيت ترجعه، هترجعه طبعا بشويه شغل احنا كمخططين احمال عارفينهم، هترجعه كويس من خلال برضو وحده قياس، الفايل بتاعه موجود ولا لا، متقاس ولا لا، الكلام ده كله هتخضعه القياس مبدئي بعد اسبوع تدريب او 10 ايام تدريب، وبعد ما تخضعه القياس هتشوف الناقص عنده ايه تكمله. تمام. المعيار يا كابتن تامر في العوده وفي الاداء وفي الشغل السليم، يمكن الكابتن احمد كان بيقول لك او الكابتن احمد صالح كان بيقول لك ان الموضوع صعب. طبعا. لا، هو مش صعب في اطار قياس. تمام. انما صعب نظريا على المدير الفني، يقول لك انا هتعب. طب بتشدش على عيال عشان ما يتعوروش. طب خلي بالك والنبي عشان احنا عندنا ماتش كمان الاسبوع الجاي. صحيح. الكلام ده كله لازم يبقى موجود ورقه وقلم حسابيا. تمام. انت عايز ايه؟ انت وانا بمرنك النهارده بعد اسبوع، بعد 3 شهور راحه، وانا بمرنك النهارده عملت معدلات قد ايه؟ وانا بعمل ماتش ودي بعد 20 يوم عملت كام كيلو؟ صحيح. فهي القياس، الفيصل القياس عشان تحط نفسك في المكانه اللي انت سعادتك مطلوبه منك، والناقص عندك لو هي مش موجود في نفس المكانه يعمله. دكتور احمد، نصيحه اخيره لعيبه الدوري الممتاز عشان هم راجعين دلوقتي من بعد فتره طويله. احنا بس اهم حاجه اللعيبه بتتمرن، انما اللعيبه لازم تدور شويه على وسائل استعاده الشفاء بالترتيب مع راجل مخطط الاحمال بتاعهم او المدرب بتاعهم، ان هي طبعا السهر، التغذيه السليمه، لان التغذيه السليمه دي في فترات التوقف بنسميها تغذيه مرتده، يعني اثر على اثر. تمام. فلازم هو يبقى الكلام ده كله موضوع جدول. تمام. ويحافظ على نفسه كويس جدا في الفتره دي حتى عشان ما ينهكش. تمام. ولما يحس باي نوع من انواع التعب يريح، يبلغ مخطط الاحمال المدرب ويريح، لان الكلام ده كله هو معيار نفسه. بعد ما انا اقيس لك انت دايركت معيار نفسك. تمام. انا دايما بتعامل مع اللعيبه كده، اللي يحس بحاجه يقول لي، مفيش مانع خالص من ان احنا نعدي الاوفرلود شويه وبعد كده نقف عشان نعمل حاجه اسمها ادابتيشن، تكيف. فبس ان شاء الله الامور تبقى مظبوطه وكله دكتور احمد، شرفتنا النهارده واستفدنا من حضرتك كتير جدا، نتمنى نكون الناس كلها استفادت من سيادتك. لا، ده انا اللي سعيد بيك كابتن تامر، وجهه كويسه ومذيع جميل، واتمنى نكون قدمنا لهم حاجه ان شاء الله. ربنا يخليك دكتور احمد. حبيبي كابتن. اعزائي المشاهدين، سعدنا بيكم ودي كانت نهايه حلقتنا النهارده، دمتم في امان الله، السلام عليكم ورحمه الله.